السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة من الوصفات الحلوة اللذيذة اللي كلنا تقريبا بنحبها يعني، بس يعني بقى ثمنها غالي جدا جدا. تعالوا كده نحضر مع بعض ونشوف هنعمل ايه. النهاردة انا معايا اوراق. طبعا انا طلبت كده من بتاع الفراخ ان هو يوضبها لي ويقطعها لي نصين، ولو ما قطعها لكيش نصين انتي بداية ايه كده يعني قطعيها، تقطيعها سهل مش صعب. غسلتها ونشفتها كويس وبدات بقى ايه، يعني انزع الجلد كده من فوق بس مش الهوش تماما يعني. افرغ كده الجلد من اللحم، وابدا بقى ايه اعمل فتحات في اللحم وفي العظم. زي ما انتم شايفين كده. طبعا بحاول ان انا اعمل فتحات بالسكينه الرفيعه دي، طبعا اكيد السكينه الرفيعه دي عندنا في بيتنا كلنا. ف دي يعني دي احسن سكينه تقدري ايه يعني تبداي تعملي كده ثقوب او خروم كده في اللحم او في الانسجه بتاعه الفراخ. وتقريبا الدبابيس يا جماعه بتبقى اقطر جزء في الفراخ يعني. تعالوا نحضر كده مع بعض. بصوا بقى التتبيله دي تتبيله حلوه قوي قوي، وهقول لكم احنا حطينا 7 اب ليه. طبعا معايا علبه 7 اب وعلبه زبادي، ملح وفلفل. بصوا بقى الملح هنا بدأ يفور، طبعا علشان نسبة الصودا اللي موجودة. بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل. نسبة شطة طبعا لو انت عايزاها حارة، فهتبداي بقى تحطي كده تعمليها سبايسي شوية. انا لان احنا يعني الولاد بيحبوها طعمها سبايسي شوية او حارة كده زي ما بنجيبها من بره، فهبدأ بقى كده احط كمية شطة محترمة مع البابريكا. بصوا بقى هنبدأ بقى كده ننقعها كويس زي ما انتوا شايفين. طبعا نخلي التتبيله تكون يعني كتيره شويه عشان تدخل جوه الانسجه بتاعه اللحمه والعظم زي ما انتوا شايفينها كده. بس كده احنا تبلنا كده التتبيله بتاعتي، ومش قادره اقول لكم كانت ريحتها حلوه ازاي. ويعني وغمرت بقى الفراخ فيها. طبعا نعمل التتبيله اللي احنا هنتبل بيها. عندي هنا دقيق ونشا. بصي لو انت حطيتي كوبايتين دقيق حطي كوبايه نشا علشان يعني تديكي القرمشه المظبوطه. ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر برضو، بابريكا وشطة. حطي بقى كل البهارات اللي انت تحبيها زي ما انت شايفة كده. يعني حطي مثلا الحاجات اللي هي بتنكهلك الخلطة، حطيها كلها. عايزة تشيلي حاجة، عايزة تزودي حاجة، عايزة تنقصي حاجة، طبعا هيبقى يعني حسب الكمية اللي عندك. كمية بقى توم باودر محترمة وبصل باودر والحاجات الحلوة دي بتاعتنا كلنا. بصوا بقى، ده برضو مكون هايل يا جماعة، وبيخلي الطعم يعني ايه قوي جدا. انا جبت المحلب يا جماعة اللي احنا بنجيبه نحطه يعني على الكحك وعلى القرص ديت. كده طحنت شوية محلب مع معلقتين دقيق، لان المحلب بيبقى يعني قوي جدا، مش من السهل ان هو يطحن بسهولة. فانت عشان تخليه ناعم قوي اطحنيه مع معلقة او معلقتين دقيق او معلقة نشا، يا ده يا ده. وابدا بقى اقلب كده المكونات بتاعتي ايه كويس جدا. والمحلب طبعا يا جماعه طعمه قوي جدا، هيخلي الخلطه بتاعتي حلوه قوي قوي قوي. وابدا كده يعني كده امزجها كده مع الدقيق والنشا علشان كله كده يدخل جوه بعضه ويتجانس كويس. تعالوا بقى هنبدا بقى نفصل ايه يعني الخليط اللي احنا عملناه ده. هاخد نصه زي ما انتوا شايفين كده، او اقل من نصه، حاجات بسيطه. برضو المكونات دي يا جماعه هتبقى حسب الكميه اللي انت هتعمليها. يعني شوفي انت المقدار اللي انت هتحضريه قد ايه، وابدأي بقى ايه يعني شوفي انت هتحتاجي قد ايه. بصوا بقى الخليط ده كده هجيب كوبايه ميه، وابدا بقى ايه يعني اعمل خليط عندي او عجينه كده من الخليط ده. واحده واحده كده. طبعا انا ولا عايزاها تخينه قوي ولا خفيفه قوي، تبقى في المعقول. كل حاجه في المعقول يا جماعه بتبقى مظبوطه جدا. ايوه هبدا بقى كده ازود الميه واحده واحده، انا مش هدلق الميه مره واحده. عايزه تزودي الخليط ده ب7 اب، وهقولك احنا حطينا 7 اب ليه. بس خليكي معايا لاخر الفيديو وانا هقولك يعني ايه سر 7 الاب اللي احنا حضرنا بيه. عايزه برضو تخففي العجينه دي ب7 اب، بس انا عادي يعني خففتها بميه لان انا حطيت كميه 7 كلها في الخليط الاولاني. بصوا بقى هنا ولا هو تقيل ولا هو خفيف زي ما انت شايفه كده. في ناس بتحط كركم، عايزه تحطي كركم تمام، مش عايزه خلاص. بصوا بقى انا طلعت الفراخ بتاعتي بعد ما حطيتها في الفريزر او في التلاجة في التبريد يعني حوالي ساعتين. هاخدها بخلطتها كده واحطها في الخليط اللي هو العجينه اللي احنا عملناها علشان يبقى طعمها قوي وتحسي ان هو يعني متبله حلو قوي قوي يعني. وهاخدها كل ده على النار يا جماعه زي ما انتوا شايفين. بس كده انا خدت الكميه اللي كانت معايا. هبدا بقى احط هنا يعني هشيل بقى من العجينه هنا واحط على الناشف او على الدقيق اللي انا محضراه. بصوا بقى بتطلع الدبوس بيطلع كده بالتتبيله
مش قادره اقول لكم ريحته كانت عامله ازاي، يعني هو لسه ني ومش قادره اقول لكم كان عامل ازاي. طبعا يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ولو اول مره تشوفوني انا سهى. بصوا بقى، يعني انا بقى يعني هضغط قوي يعني على الدقيق بالنشا ده، ومش هبلها تاني في ميه لان انا مش محتاجه الكفر يبقى تقيل. بصي بقى، احاول ان انا يعني اغمر الفراخ بتاعتي كلها في الخلطه اللي انا عاملاها، ومش هحطها في ميه وارجعها تاني، لا انا كنت يعني هي انا مستكفيه قوي كده بالخلطه دي. بصوا بقى، انا طبعا بحاول ان انا احضر الكميه كلها اللي معايا على قد طبعا ايه كميه الزيت برضو اللي انا حطاها على النار. وبعدين لازم اركنها برضو حوالي 10 دقايق كده في التتبيله دي، واضغط عليها قوي علشان ايه تعمل التعريج او اللي هي ايه القرمشه بتاعت الكنتاكي كده زي ما بيقولوا. احنا كده لما بنشتري الكنتاكي من بره بيبقى فيه كده تحسي انها خروشه كده او قرمشه، فانا يعني حاولت ان انا اضغط كده عليها علشان تعمل اللي هي ايه القرمشه دي. بصوا بقى، وابدا بقى كده اظبط الجلد والايه واللحمه، يعني اظبطه كويس عشان لما اجي اقليه يطلع كله تمام. طبعا بصوا بقى، مش قادره اقول لكم كان شكلها عامل ازاي وهي نيه كانت ريحتها خطيره ازاي. جربوا الوصفه صدقوني هتعجبكم. اما بالنسبه للسيفن اب يا جماعه والزبادي، الزبادي طبعا بيعمل على طراوه اللحوم كلها، والسيفن اب بقى بيدخل جوه الانسجه علشان الصودا، فبيخلي الفراخ بتاعتك طريه قوي قوي او دايبه قوي قوي. الصودا زي بتهري الانسجه كده من جوه او بتخليها طريه قوي، فعشان كده انا عملتها بالسيفن اب. طبعا اكيد كل ستات البيوت كلهم شاطرين يعني، وما شاء الله نفسكم كلكم هايل، فما فيش مانع ان احنا نجرب الحاجه ونشوف ايه يعني مدى الاستفاده اللي احنا هنستفادها منها. بصوا بقى كده خلاص، انا الفراخ بتاعتي كده اتبلت وهروح بقى على الزيت. انا جبت حله الومنيوم عاديه جدا، كان عندي طقم حلل كده يعني بقاله فتره. بصوا بقى، حطيت الفراخ بتاعتي، الزيت ما قدحتوش قوي يا جماعه، يا دوبك الزيت كده كان بدأ يسخن، وحطيت الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين ووطيت عليها، ما خليتش النار عاليه، يعني انا مش هحط الفراخ ابص الاقيها تفور بدرجه فوران عاليه او درجه سخونيه شديده. وغطيتها بقى ايه بغطا الحله علشان طبعا السخونيه تبدا تدخل تتغلغل كده من بين اللحمه والعظم علشان تطلع لي الفراخ كلها مستويه ومفيش حاجه تبقى مدممه او فيها دم ولا حاجه. وتقريبا هتاخد حوالي يعني من 12 ل 13 دقيقه، مش اكتر من كده. ولو سبتيها 15 دقيقه برضو تمام قوي علشان ما يبقاش فيها اي حاجه خالص وتضطري ان انت تدخليها الفرن تاني تاخد مثلا صهد الفرن ولا حاجه. تعالوا بقى نحضر مع بعض الرز. انا حطيت هنا كوبايه ميه زي ما انتم شايفين، وهنزل فيهم مكعبين مرقه، وهسيبهم بقى كده اغطي عليها واسيبهم بقى يدوبوا كده بعد ما الميه تغلي قوي. بصوا برضو مكعبات المرق حسب كميه الرز اللي انتوا هتحطوها. انا حطيت هنا 3 مكعبات وعملت حوالي كوبايه ونص رز او كوبايتين رز. بصوا بقى، معايا بصلايه كبيره مفرومه وكام فص توم متقطعين طرنشات. انا التوم ولا فرمته ولا دقيته، انا مقطعاهم طرنشات. وحطيت حبه زيت برضو صغيرين على قد برضو كميه الرز اللي عندي. حطوا بقى ملح وفلفل، معلش يا جماعه انا حطيت الرز تقريبا المقطع ده اتمسح يعني. ملح وفلفل بس كده، واديها تقليبه كده محترمه، وهغطي على الرز بتاعي، وهنرجع للرز تاني لان الرز ليه مراحل تانية. بس هغطي عليه اول ما يبدا يغلي كده واحس ان هو بدا يتشرب هنشوف هنحط عليه ايه. بعد ما بص بقى ما الرز بتاعي غلي، بصي بقى انا معايا هنا معلقه باربيكيو صوص او صوص الباربيكيو، صوص اللي هو الكاتشب بالباربيكيو، وممكن مثلا احط معلقه كاتشب تاني علشان تديني التسكيره بتاعت طعم الريزو، وفي نفس الوقت تديني ايه يعني اللون اللي هو ولا هو محمر قوي ولا مصفر قوي بتاع الرز الريزو. بس كده، دي بقى تقليبه كده وخلاص، وهوطي عليه بقى خالص عشان يتشرب مع الرز بتاعي. ما تكتريش كميه الزيت عشان يطلع مظبوط ومفلفل معاكي. بعد ما الرز بتاعي اتشرب حطيت هنا مكعبين كده صغيرين زبده. يعني عايزه تحطي سمنه حطي، لو عندك زبده هيبقى افضل هتديكي طعم احلى. وبعد ما الزبده كده بدات تسيح اديت بس الرز بتاعي تقليبه وخلاص على كده. طبعا الرز بتاعي ما شاء الله مفلفل ومش قادره اقول لكم ريحته كانت هايله ازاي. بس كده هقفل طبعا علشان البخار ده يكمل سوى الرز وهقفل عليه. تعالوا بقى رجعنا للفراخ بتاعتنا تاني. بعد شويه الفراخ يا جماعه ما تحاوليش ان انت تقلبيها خالص خالص عشان الكفر بتاعها ما يقعش منها.
طبعا لما تحسي انها شدت كده معاكي في النار ومسكت والتتبيله بتاعتها مسكت فيها، ممكن تقدري تقلبيها. غير كده ما تقلبيهاش. بصوا بقى كده بدات تحمر، وابدا بقى اقلبها على الناحيه التانية. اهم حاجه ما تقلبيهاش وهي طريه، غير لما تحسي انها شدت وبدات تتماسك. مش قادره اقول لكم بقى كان ريحتها في الزيت كانت عامله ازاي. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا نعمل الحاجه لاولادنا بحب، صدقوني هتطلع حلوه. والموضوع والله يعني مش موضوع واقفه في المطبخ ولا طبخ ولا اي حاجه، فعلا ولادنا يستحقوا ان احنا نعمل كل حاجه حلوه عشانهم. خلاص بعد بقى المده اللي انا قلت عليها، بصوا بقى الفراخ بتاعتي بقى لونها عامل ازاي. كانت لونها هايل جدا، ومش قادره اقول لكم الولاد كلهم كانوا واقفين حواليا ازاي. بصوا بقى الزيت بتاعي مغمقش عشان انا معليتش النار عليه. اهم حاجه ان انتي برضو يعني تفضل النار على الهادي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. وحطيت بقى الكميه بتاعتي التانية، وبرضو انا برضو مهديه النار، وبرضو مش هقلب غير لما احس ان الكفر بتاعي بقى متماسك. ابدا بقى اقلب الناحيه التانية، وكل اللي كان يهمني ان الزيت بتاعي برضو ما غمقش. ممكن بصوا بقى الحروف بتاعت الحله هي اللي بدات تغمق، انما الزيت بتاعي لسه فاتح. طبعا دي الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. عملنا فراخ كنتاكي كان طعمها هايل. بصوا بقى اللحم دايب ازاي، لحم دايب ومش قادره اقول لكم كان هايل ازاي. وبالف هنا وشفا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.